ازيكم يا مواليد برج الجدي؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي. توقعات الأربعاء الموافق 15 مارس 15 أذار 15/3/2023. ممكن النهاردة تفقد ديناميكيتك بسبب الأحداث اللي هتبتدي تحصل ليك في يوم الأربعاء. شرط أساسي النهاردة عشان تتخلص من كل التوتر في اليوم ده إنك تتجنب الاختلاط مع الناس بشكل كبير، لأنه في إجراءات كتير تعتبر متسرعة جدا في أمور هتبقى متعلقة بورق عندك ومستندات، وحتى في علاقات واتفاقات مالية كتير جدا هتبقى بتشوشك في اليوم ده. لازم تتحقق منها بعناية من كل المعلومات اللي بتبقى عندك في اليوم ده. هتبتدي تنشأ في تغيير واضح في علاقة الحب النهاردة عندك بسبب موقف غير متوقع هيبقى بيتعلق بحمل أو طفل أو حتى تأثير من الأشخاص اللي حواليك. لازم تضع خطط لمستقبلك وتعرف تحدد أسس حاجات كتير جديدة هتبقى بتلتزم بيها في الأشهر الجاية بشكل كبير. النهاردة هيجيب ليك أخبار حلوة فيها تجارب مش متوقعة بالنسبة ليك، ممكن ما تظهرش ليك مرة تانية. الصباح مش زي أي يوم ومش زي المساء حتى. بالنسبة ليك النهاردة هتبقى في وجبات منزلية حلوة، في أعمال منزلية، في أولوياتك بسبب إنه هيحصل موقف مختلف مش متوقع وهيستدعي منك إنك تتصرف في الحال. يوم الأربعاء برضو لازم تبقى عندك أولوية إنك تشتغل، وشغلك يعتبر هو أهم حاجة عندك، خاصة إنه هيبقى فيه التزامات كتيرة، اتصالات واضحة مع مؤسسات كتير جدا ممكن منشوفهاش أو منكملهاش بشكل نهائي في كتير من الحاجات الخاصة بينا، لكن لازم نتأكد من إننا هنحرز تقدم كبير فيها. هتكون كل الأخبار كل المعلومات من مختلف الأماكن ليها فايدة كبيرة جدا جدا في إننا نعرف ناخد القرارات الصح، وفي إننا نعرف ننفذ كل المهمات في اليوم ده. لازم نتعلم أخبار كتيرة تعتبر مش حلوة هتبقى بتتعلق بحادث هيبقى في حياة أشخاص بنتعرف عليهم في حادثة تعتبر ليها أهمية كبيرة جدا. أحداثنا النهاردة مش متوقعة لحد كبير، اللي ممكن لازم نعيدها ونعيد القدر مرة تانية لبعض التفاصيل اللي بتبقى في اليوم هتكون مرتبطة جدا بصحة حد من أفراد أسرتنا، فخلينا حذرين عليه. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.